صباح الخير، صباحكم سعادة وتفاؤل وراحة بال، يا رب جميعا تكونوا بخير. زي ما عملت معاكم قبل كده 24 قطعة جاتوه شوكولاتة من غير ما نستخدم ولا بيض ولا لبن ولا شوكولاتة اصلا، والحمد لله عجب ناس كتير جدا. بعدها على طول عملت برضو 24 قطعة جاتوه فانيليا من غير برضو ما نستخدم ولا بيض ولا لبن، والحمد لله برضو عجب ناس كتير جدا. فانا بقى بعد الوصفتين القمر دول قلت لا، لازم نرضي عشاق الشوكولاتة وعشاق الفانيليا الاتنين مع بعض كده في صاج واحد ونخلص. توفير وقت ومجهود وكمان خامات، وكمان بالمرة ترضي جميع الاطراف عندك في البيت مرة واحدة كده. اللي بيحب الشوكولاته هيلاقي، واللي بيحب الفانيليا هيلاقي، بدل ما تعملي كل صاج لوحده. بس بقى المره دي عملت 27 قطعه جاتوه شوكولاته وفانيليا من غير برضو ما استخدم ولا بيض ولا لبن ولا شوكولاته اصلا. اما بقى الشكل في الاخر فزي ما انتم شايفين كده كان طالع ولا احلى. اما بقى القوام والطعم فكان بجد ولا غلطه. ومن خلال الفيديو هقولك لو انت عايزه تعمليها تورتايه حلوه كده تعملي ايه، وبرضو من غير ما تستخدمي ولا بيض ولا لبن، وهتطلع معاكي بجد ولا احلى. يعني تخيلي تعملي تورتايه حلوه كده عباره عن شوكولاته وفانيليا من غير ما تستخدمي ولا بيض ولا لبن ولا محسن جيلي بقى ولا فصل صفار عن بياض ولا حلل ولا الكلام ده ابدا. فيلا بينا بقى نشوف الجاتوه القمر ده عملناه ازاي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدا الفيديو عايزه افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك وشير علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. انا في الطبق ده حطيت كوبايه من السكر، وفي البدايه كده حطيت كوبايه ونص من الميه لغايه لما اشوف قوام الخليط في الاخر يحتاج ميه تاني ولا لا. وعليهم حطيت معلقه كبيره من الفانيليا وتلت كوبايه من الزيت، وتلت الكوبايه يعني بيكون ما بين الربع وما بين النص، وقلبتهم بقى مع بعض كويس جدا لغايه لما السكر يدوب. وبعدين نزلت عليهم بكوبايتين من الدقيق، ويا ريت ننخل الدقيق كويس علشان ندخل فيه هواء. انا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات. وبعدين حطيت عليه باكت من البيكنج باودر، انا استخدمت كيك شيف، وكمان استخدمت نص معلقه صغيره من البيكنج صودا اللي هي كربونات الصوديوم، ومعلقه ونص من النشا، ورشه من الملح. يا ريت بلاش نستغنى عن النشا علشان بتدي لون وقوام حلو جدا للكيكه. وهقلب بقى الخليط كله مع بعضه كويس جدا. احنا في الوصفه دي ولا محتاجين خلاط ولا مضرب كهربائي ولا اي حاجه، الموضوع بسيط جدا. وبعد ما قلبت الخليط مع بعضه كويس جدا في الاخر كده بنزل بمعلقه كبيره من الخل. يا ريت بلاش تستغني عنها ابدا، لان طبعا احنا مش مستخدمين بيض، فالخل مع الكربونات والبيكنج باودر بيساعد جدا ان الكيكه دي ترتفع وتكون هشه جدا وطريه. وطبعا كان معتاد لازم في الاخر كده نجيب الاسباتوله ونقلب من تحت لفوق علشان نتاكد ان مفيش اي تكتلات من الدقيق، وهو ده قوام العجينه المظبوط. انا محتاجتش ان انا ازود ميه تاني، بس طبعا انواع الدقيق بتختلف، بس الخليط لازم يكون قوامه ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف زي الميه. انا كده حضرت كيكه الفانيليا، نحضر بقى كيكه الشوكولاته. بس خطوه مهمه جدا علشان طبعا الكيك بعد ما بنعجنه ما ينفعش ابدا نركنه، فلازم وانت بتحضري الكيكتين دول تكوني محضره المكونات قبلها كده جنبك وتكوني سريعه. هو تحضير الكيكه اصلا كله على بعضه مش هياخد منك اكتر من 5 دقايق. وعلشان بقى احضر كيكه الشوكولاته هستخدم هي نفس المكونات والمقادير وكل حاجه، بس هستبدل النشا بالكاكاو. يعني انا في كيكه الفانيليا استخدمت معلقه ونص كبيره من النشا، انا بقى في كيكه الشوكولاته هستخدم معلقه ونص كبيره من الكاكاو الخام الغير محلى. وعلشان انا طبعا من عشاق القهوه فالخطوه دي اختياري، انا حطيت كيس من النسكافيه. يعني انا برضو استخدمت كوبايه من الزيت، كوبايه ونص من الميه، معلقه كبيره من الفانيليا، تلت كوبايه من الزيت. بعد ما قلبتهم ودوبت السكر كويس جدا نزلت عليهم بكوبايتين من الدقيق، باكت من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من الكربونات، ورشه من الملح، معلقه ونص كبيره من الكاكاو الخام الغير محلى، وكيس من النسكافيه. وبعد ما قلبتهم مع بعض كويس جدا حطيت معلقه كبيره من الخل. بس خلي بالك من قوام العجينه لان انواع الدقيق وانواع الكاكاو كمان بتختلف، يعني ممكن تحتاجي تزودي معلقتين كبار كده من الميه ولا حاجه. انا ما احتاجتش بس انت ممكن تحتاجي. وجبت بقى الصاج بتاعي اللي هو مقاسه 30 في 40 ودهنته بالزيت والدقيق كويس جدا. وبعدين هنزل بقى بخليط الكيكتين مع بعض زي ما انتم شايفين كده. بس يا ريت وانت بتنزلي بالخليط تنزليه في نفس المكان اللي انا بنزل فيه كده، يعني ولا هو في طرف الصاج قوي ولا هو في نص الصاج، علشان يتقسم نصين بالتساوي زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما انزل بالخليط علشان اتاكد ان هو اتوزع كويس وكله نفس الارتفاع بجيب عود خشبي وبمشي بيه بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. وبرده لازم اخبط الصاج خبطتين 3 كده على رخامه قبل ما يدخل الفرن علشان اخرج منه اي هواء. والصاج القمر ده هيدخل على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، وهياخد معاكي في الفرن لو انت الفرن بتاعك بيسخن قوي يعني 25 دقيقه بس. لو انت الفرن بتاعك هادي شويه فهياخد معاكي من 25 ل 27 دقيقه بس، مش اكتر من كده، لان الصاج لو قعد في الفرن اكتر من كده الوش بتاعه هيشقق اكيد. وبعد ما الصاج يخرج من الفرن لازم نسيبه يبرد تماما. وده الخليط اللي انا هسقي بيه الكيكه بعد ما تبرد. كيكه الفانيليا هسقيها بشربات يكون بارد وخفيف جدا. انا كان عندي شربات بسبوسه جاهز في التلاجة وكان عليه لون الزعفران، فقلت مش هيخسر يعني، بس اكيد سيبته ياخد درجه حراره الغرفه. لو انت هتعمليه فهتحطي على النار ربع كوبايه سكر على نص كوبايه ميه ومعلقه صغيره من عصير الليمون، هيغلوا غلوه واحده بس وتطفي النار وتسيبيه يبرد. اما بقى كيكه الشوكولاته فهسقيها بنص كوبايه من الميه، دوبت فيها معلقه صغيره كده من الكاكاو الخام الغير محلى، ممكن تدوبي فيها معلقه من النوتيلا لو عندك او معلقه من
صوص الشوكولاته الاقتصادي برده لو عندك. وجبت الكيكه بقى بعد ما بردت وعملت فيها اخرام بعود خشبي زي ما انتم شايفين كده علشان اسقيها. مهم جدا وضروري ان الكيكه تكون بارده وخليط التسقيه برده يكون بارد جدا علشان الكيكه ما تعجنش. وعلى بال بقى ما الكيكه تتشرب الخليط ده هنعمل الكريمه. انا هعمل كريمه بالشوكولاته بس لان انا كان عندي كريمه فانيليا في الفريزر فهستخدمها لكيكه الفانيليا. لكن انا هقولك لو انت عايزه تعملي كريمه للصاج كله هتعملي قد ايه. بصي بقى يا ستي ركزي معايا، لو انت هتعملي طبقه شوكولاته بس زي اللي انا عاملاها فانا استخدمت كوبايه من الميه، والميه تكون متلجه جدا يعني فيها قطع تلج كده زي ما انت شفتي. عايزه تعملي خليط ما بين اللبن والميه مفيش مشكله، عايزه تخليها لبن بس برده طبعا مفيش مشكله. وحطيت على كوبايه الميه المتلجه كوبايه من الكريم شانتيه الخام وربع كوبايه من السكر البودر. لو انت عايزه تزودي السكر البودر لغايه نص كوبايه مفيش مشكله، بس انا بحب اقلل السكر البودر لان بعد بقى ما بضرب الكريمه كويس جدا وقوامها بيكون تقيل وكريمي زي ما انتم شايفين كده، فبحب ازودها 3 معالق كبار من صوص الشوكولاته الاقتصادي. انا عملته معاكم قبل كده وان شاء الله هتلاقوه في صندوق الوصف علشان بقى الكريمه يكون طعمها ولونها حلوين جدا. كمان بزود معلقه كبيره كده من الكاكاو الخام الغير محلى، ممكن تحطي معلقه صغيره مفيش مشكله، وبضربهم مع بعض كويس جدا وهو ده بيكون شكلها وقوامها ولونها بجد طعمها بيكون ولا احلى. ودي بقى الكريمه اللي كانت عندي في الفريزر بس في منها كان عليه مانجا، كنت بعمل بسبوسه بالمانجا وفاض مني كريمه كتير فشلتها. وطبعا اي حاجه بتفيد مننا وبنشيلها بتنفع معانا في وقت تاني، بتوفر علينا وقت ومجهود وخامات. المهم ركزي بقى معايا علشان لو انت عايزه تعملي طبقه كريمه مره واحده للصاج وبعدين تقسميها وتخلي نصها فانيليا ونصها شوكولاته، هتستخدمي الكريمه قد ايه؟ هتستخدمي كوبايه ونص من الميه او كوبايه ونص خليط ما بين الميه واللبن او كوبايه ونص من اللبن، طبعا دي حسب الرغبه. المهم يكونوا متلجين، وهتحطي عليهم كوبايتين من الكريم شانتيه، ممكن تعملي خليط ما بين الكريم شانتيه والباستري كريم، ونص كوبايه من السكر البودر. وبعد ما تضربيهم مع بعض كويس جدا هتقسميهم لجزئين، كل جزء بقى بتاع الشوكولاته هتزودي عليه معلقتين كبار من النوتيلا او من صوص الشوكولاته الاقتصادي، وكمان معلقه صغيره من الكاكاو الخام الغير محلى. وطبعا قوام الكريمه والسكر انت اللي تقدري تتحكمي فيه بمنتهى السهوله، يعني بعد ما تضربي الكريمه لو لقيتي قوامها تقيل قوي فتقدري تزوديها ميه، لقيتيها محتاجه سكر تقدري تزوديها سكر، لو القوام خفيف معاكي تقدري تزوديه كريم شانتيه معلقه بمعلقه كده لغايه لما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. اما بقى لو انت عايزه تعملي الكريمه كل جزء لوحده زي ما انا عملت كده، يعني جزء بالشوكولاته والجزء التاني تضربيه بالمانجا او بالفراوله، هتعملي ايه؟ طبعا كريمه الشوكولاته انا عملتها معاكم دلوقتي. اما بقى لو انت هتعملي كريمه الفواكه فهتحطي نص كوبايه من الميه المتلجه او من اللبن المتلج، وعليها برده هتحطي كوبايه من الكريم شانتيه الخام وربع كوبايه من السكر البودر، وهتضربيهم مع بعض. وانت بتضربيهم بقى هتلاقي قوام الكريمه تقيل جدا، فهتخففيه بقى بعصير مانجا او عصير فراوله، المهم ان يكون العصير بيوريه يعني ما يكونش فيه ميه ابدا. هتزودي بقى العصير بالتدريج كده لغايه لما توصلي لقوام الكريمه اللي انت عايزاه. وبس كده وكده بقى قلت لك كل الاستبدالات اللي تقدري تعمليها في طبقه الكريمه. وطبعا انتوا شفتوا خطوه توزيع الكريمه مش محتاجه اشرحها يعني، بس الخطوه اللي بحب اعملها علشان طبقه الكريمه كلها تتوزع بشكل كويس وتاخد نفس الارتفاع، اني انا بحط الكريمه في كيس حلواني او كيس ثلاجه واوزع بيه، بيكون اسرع واسهل وكمان بيديني سمك الكريمه كله زي بعض. وبعد ما بوزع الكريمه بالكيس بساوي بقى الوش بتاعها بورقه كوتشينه زي ما انا عملت معاكم قبل كده، بس طبعا تكون نظيفه وتكوني انت عاملاها للكيكات والتورتات بس ما تستخدمهاش في اي حاجه تانية. انا بحاول استخدم معاكم الحاجات اللي موجوده في البيت دايما باستمرار، لكن طبعا لو انت عندك سكرابر تقدري تستخدميه. المهم ان انا بعدها لازم جدا وضروري لو احنا في الشتاء فالصاج ده هيدخل الثلاجه لمده نص ساعه، لكن لو احنا في الصيف فالصاج ده هيدخل الفريزر لمده برده نص ساعه قبل ما نحط عليه الفواكه والشوكولاته، لازم يكون بارد جدا. وانا بقى بما اننا في الشتاء فحطيته في الثلاجه نص ساعه، وبعد ما خرج حطيت على كيكه الفانيليا منجايه كده كانت عندي في الفريزر، طلعتها وقشرتها وقطعتها. انا ما ضربتهاش في الكبه ولا في الخلاط ولا اي حاجه، انا قطعتها على ايدي عادي بالسكينه، وعلشان المانجايه كانت في الفريزر بعد ما بقطعها بحطها في مصفى علشان تصفي اي ميه فيها. وحطيت كمان شرايح من الفراوله، طبعا التزيين ده حسب الرغبه. عايزه بقى تسيبي الفواكه كده فحلو جدا، عندك جيلي تلميع فتقدري تلمعي الفراوله علشان لونها ما يكونش دبلان. اما انا بقى فعلشان انا والولاد بنعشق الجيلي فحطيت جيلي اناناس، طبعا ده حسب الرغبه. وعلشان زي ما انتم شايفين كده ما فيش مساحه في ارتفاع الصاج فطبعا ما قدرتش احط الجيلي كله، بس طبعا على مين سبت كوبايه الجيلي في الثلاجه لغايه لما تتماسك، وبعدين قطعتها كده بالمعلقه وحطيتها برده على الوش علشان انا والولاد بنحبه جدا. اما بقى النص بتاع الشوكولاته فطبعا وكالمعتاد يعني حطيت عليه طبقه من صوص الشوكولاته الاقتصادي، انا قلت لكم ما بستغناش عنه ابدا، ان شاء الله هتلاقوا الطريقه في صندوق الوصف، بس انا ما بحطش كتير، انا بحط طبعا طبقه بسيطه وبوزعها بورقه الكوتشينه زي ما انتم شفتوني. عايزه انت بقى تعملي طبقه من جناشه شوكولاته يعني تسيحي شوكولاته خام مع معلقتين كده من الزيت وتحطيهم برده هيكونوا حلوين جدا، بس انا حبيت اعمل الوصفه كلها على بعضها كده بطريقه يعني نوعا ما اقتصاديه. بعد ما حطيت الفواكه والصوص برده لازم جدا وضروري الصاج ده بقى يدخل على الفريزر المره دي مش على الثلاجه علشان يتماسك بشكل كويس جدا وتقدري تقطعيه بمنتهى السهوله وتطلع معاكي قطع الجاتوه شكلها متساوي زي ما انتم شايفين كده، لان لو حطيتيه في الثلاجه طبقه الكريمه مش هتتماسك زي ما تحطيه في الفريزر، فبالتالي لما تيجي تقطعيها مش هتديكي شكل المتساوي ده ابدا. كان فضل معايا شويه صغيرين من كريمه الشوكولاته فعملت بيها وردات كده على الجاتوه، وكان عندي شوكولاته سبرينكلز قلوب وكور صغيره فكسرت بيها لون الشوكولاته، وده باقي الجيلي اللي انا قلت لكم عليه.
سبته يتماسك في التلاجة، وبعدين قطعته كده بالمعلقه وحطيته على وش الجاتوه. وانا فصلت بين الكيكتين كده بسكوت ويفر. وطبعا حجم قطعه الجاتوه هتكون زي ما انت عايزه، بس الطول انا دايما بقطعه على 3 بما ان هو 30، فبخلي القطعه يكون طولها 10 سم بتكون حلوه جدا. اما بقى العرض فانا قطعته على 9 صفوف، يعني الصاج ده عمل معايا 3 في 9 ب 27 قطعه جاتوه. لو انت هتعمليها في مناسبه وعايزه يكون حجم القطعه الجاتوه يكون متساوي قوي يعني، فهيكون حلو جدا لو عملتيه 8 صفوف والقطعه يكون عرضها 5 سم. 5 في 8 ب 40 و3 في 8 ب 24، يعني هتعملي 24 قطعه جاتوه. ولما تيجي تقطعي الجاتوه طبعا هيكون طالع من الفريزر، يا ريت السكينه اللي انت هتقطعي بيها تكون حطاها في ميه سخنه. وكل مره وانت بتقطعي لازم تحطي السكينه في الميه السخنه وبعدين تمسحيها علشان يديكي شكل الجاتوه متساوي زي ما انتم شايفين كده. وبس يا ستي، وبمنتهى البساطه وبسرعه جدا وبمكونات مفيش ابسط من كده، وطريقه تحضير برده مفيش اسهل من كده. عملت 27 قطعه جاتوه من الشوكولاته والفانيليا في صاج واحد من غير ما استخدم ولا بيض ولا لبن ولا شوكولاته اصلا. وعلشان بقى هو اقتصادي وبسيط جدا وسهل، فتقدري بقى تعمليه لاولادك في اي وقت، في البيت بقى، في المناسبات، عايزه تاخديه زياره لحد بتكون زياره حلوه وقيمه جدا لضيوفك بقى لاصحابك. يعني من الاخر كده الوصفه دي بجد ما فيهاش ولا غلطه، من اول طريقه التحضير والمكونات، ريحتها بقى وهي في الفرن اللي شكلها النهائي القمر اللي انتوا شايفينه ده، لقوامها بقى وطعمها اللي بجد مش قادره اقول لكم كانت قد ايه هشه جدا اسفنجيه. تقدري كمان تعمليها تورته للمناسبات وهتكون حلوه جدا. هتعملي طبقه تانية بنفس الطريقه، بس طبعا هتستخدمي ورق زبده علشان تطلعي الكيكه من الصاج بمنتهى السهوله. وكده هتبقى عملتي تورته من طبقتين شوكولاته وفانيليا على بعض من غير ما تتعبي ابدا. ولو عايزه تخلي التورتيه كلها شوكولاته بس او فانيليا بس، هتعملي صاجين بقى من الشوكولاته او الفانيليا بس زي اللي انا عملتهم معاكم قبل كده، بس طبعا مش بنفس المقادير دي. يعني لو عملت مثلا صاجين كيكه الشوكولاته، هتقدري بقى تقسمي الصاج على 2 وتعملي تورتيه كده بالشوكولاته، وهتكون 4 طبقات حلوه جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وانا واثقه ان شاء الله ان هي هتعجبكم. وكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في امان الله وحفظه. بس لو سمحتوا ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده تعملوا الخير النهارده وتدعموني بالاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس، تعملوا لايك وشير. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في الله.